مارسيل كولر قال ايه على انطونيو موديست في المؤتمر الصحفي؟ قال لك انطونيو موديست اقتنص لنفسه 4 فرص خلال المباراة مع انبي، ولكن جاب هدف واحد. اللمسة الأخيرة هي اللي مش مظبطة مع أنطونيو موديست بسبب طبعا تدريباته اللي ما كانتش كاملة في العام اللي توقفوا عن الملاعب. ولكن معنى أن اللاعب يقتنص لنفسه فرصة واثنين وثلاثة، ما يتكلش على زمايله انهم يسلموه الكرة صح او ما يوصلولوش الكرة، بينزل عشان خاطر يقتنص لنفسه فرصة واثنين وثلاثة واربعة، وفي الفعل جاب الهدف من فرصة اقتنصها لنفسه، وكان هدف جميل للنادي الاهلي. الهدف الثاني اول هدف لموديست مع النادي الاهلي امام انبي البترولي. النهارده الاهلي كان بيلعب بطريقه جميله، ولكن عنده تحفظ على وسط الملعب، مروان عطيه وقفشه وإليديان، إلا غير إنهم ما كانوش مظبطين مع بعضهم، خصوصا في الشوط الأول كان عليهم علامات استفهام كتير، رغم إن إليديان ده سبب في ضربة الجزاء اللي جابها علي معلول الهدف الأول. ونيجي الهدف الثالث لأبو تريكة العصر وهو إمام عاشور، هدف جميل يجيبه إمام عاشور ينهي به الثلاثية أمام انبي. النهارده الاهلي مش بيفوز كده وخلاص، النهارده الاهلي بيفوزوا دون على انبي، بيشارك عالميا. بيشارك عالميا ازاي؟ الاهلي النهارده صاحب اكبر فريق فوز هذا العام على الانديه اللي بيلاعبها. النهارده الاهلي المباراه ال 36 او ال 37 يفوز فيها هذا العام. يليه مين؟ يليه مانشستر سيتي 33 مباراة. يليهم مين؟ ريال مدريد 31 مباراة. معنى كده ان النادي الاهلي بينافس على النادي الاكثر فوز هذا العام، بينافس مين؟ ريال مدريد ومانشستر سيتي. وان شاء الله النادي الاهلي هو اللي يكون صاحب اكبر فوز بالنسبة للاندية عالميا. والنادي الاهلي النهارده بيقدم لك متعة كروية وتحطيم للارقام القياسيه. بالنهايه اتمنى من الله الفيديو ينال اعجابكم، واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد من قناتنا الضوء والدجى. سلامكم اهلا.